بتكلم شركات كتير وبيرد عليك حد وبيحاول يحل لك مشكلتك في أقل وقت ممكن. بتكلم برضو شركة تانية وممكن تكون متعصب جدا وبتلاقي حد بيكلمك وبيحتويك وبيحل لك مشكلتك دي. مين الشخص ده أو اسم إيه الوظيفة دي اللي بيقوم بيها الشخص ده؟ هو الكاستمر سيرفيس أو خدمة العملاء. ودي وظيفة طبعا مهمة جدا جدا. موظف خدمة العملاء هو واجهة الشركة وصوتها دايما قدام العملاء. دوره الأساسي إنه بيساعد العميل يجاوب على أسئلته، يحل مشاكله، بيوفر تجربة تكون محترمة من أول لحظة لآخر لحظة في المكالمة. هدفه مش بس حل المشكلة، هدفه إنه يخلي العميل يرجع تاني ويتكلم عن الشركة كويس بانطباع كويس. أهم الأدوات والمهارات علشان تبقى فرد خدمة عملاء متفوق أو فرد خدمة عملاء متميز. أنت محتاج طبعا تعرف CRM تولز زي طبعا الهاب سبوت والفريش ديسك والزين-ديسك. محتاج مهارات تواصل ممتازة جدا. طبعا محتاج تكون عندك في شخصيتك الصبر والتعاطف وإدارة الغضب. معرفة قوية جدا بالمنتج أو الخدمة اللي أنت بتقوم بالعمل من خلالها. مهارات حل المشكلات زائد سرعة في التفكير والتدبير. طبعا الكتابة الاحترافية في الشات والسرعة في التايبنج بنسميها يعني البروفيشنال فون اتيكيت أو بروفيشنال شات اتيكيت، إن أنت تكون دايما عارف ان انت ترد بسرعه وتتفاعل بسرعه. السلم الوظيفي لاي فرد خدمه عملاء بيبتدي طبعا في الاول بيبقى كاستمر سيرفيس ايجنت، يعني لسه في الاول جينيور، يعني بعد كده بيبقى سينيور ايجنت، بعد كده ممكن يوصل لتيم ليدر، بعد كده يبقى كاستمر سيرفيس سوبرفايزر، بعد كده كاستمر اكسبيرينس مانجر، وممكن ينتهي بيه المشوار والحال لو هو متفوق متميز ان هو يبقى اوبريشنز مانجر. متوسطات الرواتب بقى عالميا، وطبعا بنقول عالميا باختلاف الشركات باختلاف البلاد باختلاف كل شيء، فهي بتبدا طبعا من اول 200 او 250 دولار وممكن توصل لاوبريشنز مانجر تعدي الى 2000 دولار. وطبعا ده بنتكلم في شركات تكون كبيره او شركات تقنيه او طبيه او خدمه عملاء حتى VIP او خدمه عملاء بلغات اخرى وما الى اخره. المستقبل طبعا الوظيفي على الوظيفه دي طبعا الطلب بيزيد عليها جدا ايا كان، حتى لو في زمن AI، لان رضا العميل دايما بقى اهم من التسويق والمبيعات. والشركات اللي عندها كاستمر سيرفيس قويه بتكسب عملاء اكتر من اي اعلان واكتر من اي تسويق. لو انت بقى عايز تعمل شيفت كارير او انت عاوز تحترف مجال خدمه العملاء، ابدا الاول بدورات تواصل وخدمه عملاء. اتعلم ادوات CRM زي ما ذكرناها فوق. خلي او قوي مهاراتك في اللغه والكتابه. اشتغل في مركز اتصالات او دعم فني كبدايه، وركز دايما على تجربه العميل مش مجرد الردود لمجرد الردود وخلاص. الكاستمر سيرفيس مش مجرد وظيفه يا جماعه، دي تجربه العميل مع الشركه كلها في صوت واحد. ف دايما احرص ان انت تكون بتتعامل كويس مع الناس في العموم عشان تعرف تكون فرد خدمه عملاء مميز. اشوفكم دايما على خير وبالتوفيق، والسلام عليكم.